بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. قدمت لحضراتكم خلال اليومين الماضيين حلقة خاصة عن الراحل دكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه. مفيش شك يا جماعة ان خبر وفاة الدكتور ضياء كان صادم للجميع، صادم على كافة المستويات، على مستوى مؤيدينه ومعارضينه. انا شخصيا زعلت بشكل كبير جدا على هذا الرجل. طبعا انا زي اي حد يعني كنت مقتنع بجزء من الكلام اللي بيقوله وغير مقتنع ببعض الاشياء اللي كان بيقولها، ولكن في الاول وفي الاخر يبقى الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه رجل علم، وراجل كان بيحاول يوصل رسالة معينة، اجتهد بشكل معين وكان عاوز يوصل رسالة معينة، لم يجبر احد ان هو يمشي في المسار اللي هو كان بيتكلم فيه. يعني هو ببساطة يا جماعة زي ما حضراتكم عارفين كان بيعرض وجهة نظره، واللي عاوز يخوض التجربة او عاوز يمشي على النظام اللي هو كان عامله اللي اطلق عليه نظام الطيبات كان بيتبعه، واللي ما كانش مقتنع بيه طبعا زي ما انا قلت ما كانش فيه اي اجبار على اتباع هذا النظام. فهو في الاول وفي الاخر رجل علم، وهو في الاساس كمان طبيب، وكان طبيب متميز جدا. دكتور ضياء رحمة الله عليه كان له اسلوب كده خاص في عرض وجهة نظره، وانا في احد المرات اتذكر علقت على احدى فيديوهاته وطلبت منه كده يعني باسلوب ظريف كده وجميل ان هو يحاول ان هو يقلل من الحدة في الكلام والعصبية، وانه برضو يحاول ان هو يتقبل وجهات النظر الاخرى المختلفة معاه في الكلام اللي هو بيقوله. وكنت بقول هذا الكلام او كتبت له هذا التعليق والله يعني خوفا عليه هو شخصيا من العصبية المفرطة اللي هو كان بيتكلم بيها، وبرضو عشان ما حدش يتضايق منه، لان عارفين حضراتكم لابد وان ننقل المعلومة بشكل كده فيه نوع من السلاسة والاحترام والهدوء. يعني المفروض نقل اي معلومة يتم بشكل هادئ كده وظريف. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز مخاطبا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيبلغ الدعوة الإسلامية بشكل فيه فظاظة كده وغلظة كانت الناس انفضت من حواليه، ولكن عشان خاطر الإنسان يوصل رسالته لازم يوصلها بهدوء وباحترام وبأسلوب يسير وسلس كده. في هذه الحالة الناس هتتقبل منه، أو على الأقل هتسمع هو عاوز يقول إيه. جايز هو كان عصبي وحاد المزاج عشان خاطر يقدر هو وجهة نظره، جايز كده رحمة الله عليه عشان يقدر يوصل نظريته او يوصل وجهة نظره، لانه عارف ان هي حاجات غريبة جدا وفيها تغيير جذري لسلوكيات الحياة بالنسبة للناس، وجايز تكون هي دي طبيعته، الله اعلم. طبعا احنا على المستوى الشخصي ما نعرفوش. طبعا يا جماعة لما انا قدمت الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، واسيبه لحضراتكم في الفيديوهات المقترحة، كان لسه خبر الوفاة قد تم الاعلان عنه من ساعات، يعني ما كانش فيه اي تفاصيل من اي نوع، وما كانش فيه اي افصاح طبعا عن سبب الوفاة، ما كانش فيه اي معلومات من اي نوع. وانا قلت لحضراتكم في الفيديو اللي انا قدمته انه فور ظهور اي معلومات عن الموضوع ده هقدم لحضراتكم فيديو تاني عشان اقول لحضراتكم ايه هو الجديد في القصة دي او في الموضوع بتاع الدكتور ضياء رحمة الله عليه. وبالفعل من خلال الفيديو ده هقدم لحضراتكم بيان وزارة الخارجية المصرية فيما يتعلق بهذا الامر. أعلنت وزارة الخارجية المصرية يا جماعة إن التقرير الطبي الخاص بالمرحوم الدكتور ضياء العوضي قد صدر، ومتحدد فيه سبب الوفاة. وأصدرت وزارة الخارجية بيان رسمي جاء فيه الآتي زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة: وزارة الخارجية تواصل متابعة ملابسات وفاة مواطن مصري بدبي. في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحالة وفاة المواطن المصري السيد ضياء الدين شلبي محمد العوضي التي وقعت منذ أيام بإحدى فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية الخاص بالمواطن المصري، حيث أكد التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية، وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة.
وقد قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باختار أسرة المتوفي بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية، وأن القنصلية العامة المصرية في دبي بصدد إنهاء الإجراءات لنقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير اللي صدر من وزارة الخارجية المصرية أن وفاة الدكتور ضياء رحمة الله عليه جاءت طبيعية. ده الكلام اللي جه في التقرير يا جماعة، وإنه مفيش أي شبهات جنائية، وأن الوفاة حدثت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب. وبكده يبقى ملف وفاة الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه قد أغلق، لأن كان في جدل كبير جدا يا جماعة بعد إعلان وفاته، وفي ناس كتير برضو تبنت نظرية المؤامرة وإنه قد تم إنهاء حياته وحاجات زي كده. وعلى الجانب الآخر في آراء لناس، لأن طبعا متابع الموضوع زي حضراتكم برضو، في ناس قالوا وكانوا بيوجهوا كلامهم للناس اللي بتقول إن الدكتور ضياء تم إنهاء حياته وإن في مؤامرة اتعملت عليه. في برضو على الجانب الآخر ناس قالوا إن الدكتور ضياء ما وصلش للمرحلة اللي تحاك حواليه المؤامرات، قالوا ان هو ما كانش بيشكل خطر مثلا على كيانات ضخمة او على ناس مهمين. ده كلام بعض الناس، ده مش كلام يا جماعة، ده انا بنقل لحضراتكم الرد. في ناس قالوا ان الدكتور ضياء تم انهاء حياته، يعني تبنوا نظرية المؤامرة، وفي ناس تانيين ردوا عليهم وقالوا ان الدكتور ضياء ما وصلش للمرحلة اللي تتعمل عليه مؤامرة، لان هو ما هددش او ما كانش بيهدد كيانات ضخمة. هو مجرد انه كان واحد بيعرض وجهة نظره، في ناس كانت معاه وناس ضده، وبالتالي هو ما كانش بيشكل تهديد او خطر على كيانات ضخمة او ناس مهمين جدا على مستوى العالم عشان خاطر تحاك ضده المؤامرات. وبرضك يا جماعة بالتأكيد هنلاقي ناس هتشكك في التقرير الطبي اللي أنا لسه قاريه لحضراتكم، وهيقولوا إن الموضوع مش طبيعي وإن الوفاة مش طبيعية. أكيد هنلاقي كده، رغم إن الوفاة بهذه الطريقة ده يعني أمر عادي وبيحصل. ولكن أنا شخصيا يا جماعة، يمكن حضراتكم عارفين الموضوع ده عني، أنا دايما بحاول إن أنا أقول الردود الرسمية أو أنقل عن الجهات الرسمية. يعني أنا شخصيا ما بحبش الاجتهاد في أمور معينة، حاجة زي الموضوع ده كده ما اجتهدش فيه. احنا بنتكلم عن حالة وفاة احنا ما كناش نعرف أي حاجة عنها، احنا عرفنا أن الدكتور ضياء رحمة الله عليه توفاه الله، ولكن إيه بقى ملابسات الوفاة؟ توفى إزاي؟ أسبابها إيه؟ طبعا الحاجات دي كلها مستحيل كنا نتصل بيها، وبالتالي احنا ما فيش قدامنا غير اللي احنا ننتظر الردود الرسمية أو الجهات الرسمية. في حالتنا هنا زي وزارة الخارجية كده هي اللي تقول لنا سبب الوفاة، لأن هم بيكونوا متصلين بالجانب الإماراتي، يعني في تواصل بينهم، في أخذ وعطى بينهم، في معلومات رايحة وجاية بينهم، وبالتالي هم بس اللي يكون عندهم المعلومة. ولكن ببيان وزارة الخارجية كده يبقى الموضوع انتهى، ولا نملك الآن إلا اللي احنا ندعو للدكتور ضياء العوضي بالرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. قبل وفاة الدكتور ضياء رحمة الله عليه انتشرت صورة اللي انا بعرضها لحضراتكم على الشاشة دلوقتي، تم رصد من خلالها شحمة الودن. عارفين حضراتكم منطقة شحمة الودن دي اللي هي الجزء المدلى من الودن ده، وكان فيها الخط الفاصل ده. طبعا المعلومة دي انا شخصيا ما كنتش اعرفها، ولكن انا بنقل لحضراتكم برضو اقاويل اتقالت في الجزئية دي او اتقالت عن الدكتور ضياء رحمة الله عليه. يعني ده مش كلامي ولا وجهة نظري، الصورة دي اتنشرت ويعني انتشرت برضو بشكل كبير، وفي ناس اتكلموا عن امر معين مرتبط بالخط الواضح ده في شحمة الاذن. وطبعا انا بتمنى ان اي حد من المتخصصين في المجال الطبي يفتينا في القصة او يفتينا في الكلام اللي انا هقوله لحضراتكم دلوقتي فيما يتعلق بالمنطقة دي او الخط اللي في شحمة الاذن ده. الخط الفاصل في شحمة الاذن او التجعيد ده المفروض ان هو بيطلق عليه فرانك ساين او علامة فرانك، يعني الاسم العلمي كده يعني، او وفقا للمتداول. وقيل من قبل المتخصصين او وفقا للابحاث العلمية يعني كما تم الاعلان عنه ان العلامة دي لها ارتباط وثيق بامراض القلب. اتقال كده زي ما قلت لحضراتكم، انا مجرد ناقل للمعلومة، يعني ده مش كلامي. العلامة دي اللي المفروض ظهرت في ودن الدكتور ضياء رحمة الله عليه
ليها ارتباط وثيق بأمراض القلب والشرايين. الكلام ده موجود على فكرة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وإنها كانت جرس إنذار جسدي واضح جدا، وإن في ناس كتير لاحظوا علامات الإرهاق الشديد والنحافة المفاجئة اللي ظهر عليها الدكتور ضياء رحمة الله عليه. برضه كان في كلام عن النظرية اللي تبناها الدكتور ضياء رحمة الله عليه، وهو قال الكلام ده فعلا، يعني نظرية تقليل شرب الماء. هو قال يعني شرب المية يكون في أضيق الحدود، ولما الإنسان يكون حاسس بعطش شديد جدا، وبرضه لما يشرب كميات بسيطة قوي. هو كان بيتكلم كده عن المية. أنا شخصيا على المستوى الشخصي وبدون الخوض بقى فيه يعني كلام علمي، أنا شخصيا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، لأن الكلام ده حتى ضد ما جاء في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. ووفقا برضه لكلام بقى المتخصصين في المجال الطبي، ويمكن حتى المعلومة دي معروفة لنا جميعا، ان ندرة شرب الماء او قلة شرب الماء ده بيؤدي الى لزوجة شديدة جدا في الدم. المية يا جماعة هي اللي بتخفف الدم، ويمكن كان في حد اتكلم في الموضوع ده اللي هو الدكتور حسام موافي، كان بيتكلم لما الانسان بيشرب مية بيحصل له تخفيف في الدم. فطبعا قلة شرب الماء ده بيؤدي الى لزوجة شديدة في الدم بيبقى تقيل، وبالتالي الموضوع ده بيساعد على تكوين الجلطات. بالاضافه طبعا الى ان الميه مهمه جدا عشان الجلد، وطبعا الاهم عشان الكلى، تغسل الكلى. وكلام الاطباء اللي احنا عارفينه واللي بيتردد على طول ان الانسان لازم يشرب 8 اكواب ميه كل يوم، حتى ولو ما كانش بيشعر بالعطش. كلام الدكتور ضياء كان عكس كده تماما. ومن الامور برضو اللي انا كنت مختلف فيها مع الدكتور ضياء رحمة الله عليه، وما اعتقدش بقى ان في اي حد يعني هيوافق عليها، هي التدخين. التدخين يا جماعة بلاء كبير على اي انسان يدخل في هذا النفق المظلم. التدخين خراب لكل شيء، خراب للصحة وخراب للمال، وفي اضرار كبير جدا للانسان ولكل المحيطين بيه. الدكتور ضياء رحمة الله عليه كان بيدخن بشراهة، وكان بيمدح في التدخين، ووصف غير المدخنين بانهم مش رجالة. قال ما فيش حد ما بيدخنش وراجل. وطبعا برضو انا اخذت عليه الكلمة دي رحمة الله عليه. طبعا انا هنا بفكر بس حضراتكم ببعض الافكار اللي هو كان بيقولها، ولكن طبعا لابد وان نترحب عليه، هو خلاص بقى في دار الحق وبين ايدين ربنا. ولكن احنا بنتكلم على الميراث بقى، او جزء من الميراث اللي هو سابه لنا. قال ان مفيش حد ما بيدخنش وراجل، يعني اللي ما بيدخنش مش راجل يعني. طبعا انا اخذت عليه الموضوع ده وقلت يعني ما يصحش ان واحد في مكانته العلميه يقول كلام زي كده. شركات السجاير نفسها بتكتب على العلبه بتاعتها، اللي هي الشركه اللي بتنتج المنتج ده: التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة. الدكتور ضياء كان بيقول ده نفس داخل ونفس خارج، يعني هو مجرد هواء، هو مش هواء، ده بالعكس، ده دخان ونيكوتين وأطران وبلاوي زرقاء بتدخل تدمر الجسم كله. والتدخين صدرت فتوى شرعية من الأزهر الشريف بأنه هو حرام، والقاعدة الشرعية اللي كلنا عارفينها: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر اللي حواليك. طبعا انا مش معترض على كل اللي قاله الدكتور ضياء، ولكن رحمة الله عليه كان بيقول طبعا في معلومات طبية سليمة جدا. هو راجل زي ما انا قلت كان راجل عالم كبير يعني مثلا كان بيتكلم على اضرار الدقيق الابيض. الدقيق الابيض معروف احنا كلنا بنتناوله، احنا بناكل العيش البلدي وبناكل العيش الفينو والمخبوزات والكحك والبسكوت والقريبه والحاجات بتاعه العيد، والحاجات دي كلها بناكلها رغم اللي احنا عارفين اضرارها. احنا عارفين اضرار الدقيق الابيض. رفع السكر مثلا على سبيل المثال يعتبر ده اكبر ضرر، يعني هو بيرفع نسبه السكر. لو حد عنده السكر ولا حاجه بيرفعه له بنسبه كبيره جدا. العيش اللي هو العيش البلدي او اي دقيق ابيض. هو كان بيتكلم على ان العيش الصحي هو التوست الاسود بتاع ريتش باك ده. هو كان بيقول كده يعني التوست الاسود ده، هو فعلا كلامه صحيح. وايضا كان بيتكلم على المياه الغازيه. برضو المياه الغازيه معروف طبعا مضرها، ولكن انا برضو اختلفت معاه في الحديث عن الفاكهه والخضار والبيض واللبن والحاجات دي كلها. احنا كلنا عارفين ان الفاكهه والخضار والبيض واللبن دي مصادر غذائيه غنيه بالمعادن اللي بيحتاجها الانسان. هو كان ضدهم تماما. برضو دي وجهة نظره وتحترم.
عموما يا جماعة يعني رحمة الله عليه زي ما انا قلت وربنا يسكنه فسيح جناته، هو اجتهد وترك نظرياته العلمية، اللي عاوز يتبعها يتبعها واللي مش عاوز يتبعها او رافضها يرفضها زي ما هو عاوز. انا بس عرضت وجهات نظر الاخرين ووجهة نظري في بعض اللي قاله الدكتور ضياء رحمة الله عليه. مرة تانية أقول لحضراتكم إن تقرير وزارة الخارجية المصرية عن سبب وفاة الدكتور ضياء العوضي، التقرير قال إن الوفاة جاءت طبيعية وإن مفيش أي شبهة جنائية وإن الوفاة حدثت بسبب جلطة قلبية مفاجئة. لا نملك سوى أن ندعو له بالرحمة والمغفرة. إذا كان مصيبا في بعض الأمور فربنا يجعل هذه الأمور في ميزان حسناته، وإذا كان مجتهدا في بعض الأمور أيضا فربنا يجعلها في ميزان حسناته، وإذا كان أخطأ أو في أي حد أضير بشكل أو بآخر من الكلام اللي هو بيقوله فربنا يسامحه ويغفر له ويتجاوز عنه. اكتبوا لي حضراتكم ايه رأيكم في هذا الفيديو. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.